السلام عليكم طلاب الصف السادس الابتدائي، وياكم مدرس مادة الرياضيات الأستاذ علي حميد. اليوم إن شاء الله راح ناخذ الدرس الثالث من الفصل الأول اللي هو جمع الأعداد الصحيحة. طبعا اللي أتمناه وأرجوه من عندكم أن يكون هذا الدرس ثواب لأرواح الشهداء، أو خصوصا الشهيدين السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين. أتمنى أن تقرون الفاتحة ثوابا لأرواحهم الطاهرة. إن شاء الله نبتدي هذا الدرس بمجموعة ملاحظات. هو يعتبر أساس عملية جمع الأعداد الصحيحة بوجود الإشارات. شلون يعني؟ يقول عند جمع الأعداد بوجود الإشارات نتبع ما يلي. أنا مو عندي عددين؟ حلو. يقول إذا كان الأول موجب زائد الثاني هم موجب، ناخذ إشارة الجمع موجب إشارة ونجمع الطرفين. يعني إذا العددين إشارتهن موجب ناخذ إشارة موجب ونجمع العددين. زين. وإذا كان العددين إشارة سالب ناخذ وحدة من الإشارات ونجمع. من هنا راح آخذ فد ملاحظة صغيرة. شو تقول هاي الملاحظة؟ انتبه. إذا كانت الإشارات متشابهة والعملية شنو جمع، نأخذ أحد الإشارات ونجمع العددين. تمام؟ وصراحة أكيد بالأمثلة أوضح لكم هذا الشيء. إذا كانت الإشارات مختلفة، يعني الأول إشارته موجب والثاني سالب، أو الأول سالب والثاني موجب، هنا يقول أنا اتبع طريقة. إذا كانت الإشارات شبيهة مختلفة نأخذ إشارة العدد الكبير ونطرح الكبير من الصغير. نأخذ إشارة العدد الكبير ونطرح الكبير من الصغير. يعني أنا مو عندي عددين، واحد موجب والثاني سالب بيناتهم عملية جمع، أو واحد سالب والثاني موجب وبيناتهم عملية جمع، أخذ إشارة العدد الكبير وأطرح الكبير من الصغير. خلينا نشوف هذا الحكي بتمارين أتأكد. هنا بأتأكد عندي 8 تمارين، وبأحل أتوقعها من نفس العدد. راح نحل كلهن ونشوف ونطبق عليهم مثال قاعدة. أول شي احنا ايش قلنا؟ كل عدد، هاي ملاحظة قديمة، كل عدد ليس لديه إشارة، يعني مثل هذين الاثنين، مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا، شنو يعني؟ يعني أن إشارته موجبة. يعني من نجي هنا 9 زائد 6، التسعة شنو إشارته موجب، الستة موجب. زين، أنا قلت لك موجب زائد موجب، شو أسوي؟ آخذ وحدة من الإشارات واجمع. 9 زائد 6 15. حلو. سالب 6 زائد سالب 5، إشارات شبيه متشابهة. سالب 16 عفوا، 16 إشارته سالب والخمسة إشارته سالب، والعملية شنو موجب. راح آخذ وحدة من الإشارات السالبة وأقول 16 زائد 5 إيش قد يطلع؟ أحسنت، 21. أجي هنا انتبه، 21 ما يما إشارة، يعني شنو إشارته؟ موجب. 7 شنو إشارته؟ سالب. إشارات شبيهن مختلفة، موجب زائد سالب. راح اخذ اشارة الاكبر من الكبير، 21 لو 7. 21 اللي اشارته موجب اخذ الاشارة الموجبة واقول الكبير ناقص الصغير، يعني 21 ناقص 7. 21 ناقص 7 ايش قد؟ 14. احسنت. هسه عندي سالب 11 زائد 11. شلون احل؟ اول شي هذا اول واحد اشارته سالب، الثاني شنو اشارته؟ موجب. اشارات مختلفة نفس الرقم. انا اذا كان مختلفات الارقام راح اقول اخذ اشارة الكبير واطرح الكبير من الصغير، بس بما انه نفس الارقام اذا الناتج صفر.
ان شاء الله هاي يعني بالمراحل القادمة لكم راح تشوفوا مباشرة يختصر، هذا يروح صفر، ما يحتاج اصلا تقول صفر، يعني قبل يختصر. هنا عندي -30 زائد -40، الاشارات متشابهة، اثنيناتن سالب، والعملية جمع. راح اقول اخذ وحدة من الاشارات واجمع 30 زائد 40 70. زين. 23 زائد -18. اجي ل 23 شنو اشارته؟ موجب. وال 18 سالب، اشارات مختلفة، اشارة الاكبر من الاكبر اكيد ال 23 اشارته موجبة. اقول 23 ناقص 18. احسنت، 5. -42 زائد 14. ال 42 اشارته سالب، وال 14 ما يمه اشارة يعني موجب. إشارة الأكبر 42 أكبر اللي إشارته سالب، وأقول 42 ناقص 14. اللي يعرف يجي عملية طرح عمودي. 2 ناقص 4 ما يصير، هذا يصير 3، هذا يصير 12 ناقص 4 8، 3 ناقص 1 2، 28. ناتج يصير -28. زين. -300 زائد 500. ال 300 إشارته مبينة سالب، العملية جمع. ال 500 ما يمه إشارة يعني موجب. آخذ إشارة الأكبر من الأكبر، 300 لو 500. 500 إشارته موجب أكبر، وأقول 500 ناقص 300 200. واللي ما يعرف هم يسويها عمودي. 500 ناقص 300، الصفارين ينزلن، 5 ناقص 3 2. بهالبساطة ناخذها. شوفوا وياي تمارين أحل. طبعا أنا انطيتكم كل تمارين، أتأكد وكل تمارين أحل يعني كل موضوع صراحة جاي أخذ. بالإضافة إلى هذا أخذ كم سؤال كلامي يعني مسائل تعتبر، ووزاري إذا أكو عليه يعني حسب السنتين الأخيرات. وصراحة هاي الموضوع الجمع والطرح ما شفت بالسنتين الأخيرات عليه عدد كلش كبير، لا هذا اكتفيت مثالين أتوقع أو 3. أحل، يقول أجد ناتج الجمع، منطيني 13 زائد 6. هذا ال 13 شنو إشارته؟ لازم أعرف أني إشارته موجبة، ليش ما يمه إشارة؟ وال6 إشارته هم موجبة. ايش راح اقول بهاي الحالة؟ موجب زائد موجب، اخذ وحدة من الاشارات واجمع 13 زائد 6 19. زين. -4 زائد -12. الأربعة سالب، ال12 سالب، العملية جمع. اخذ وحدة من الاشارات سالب واقول 4 زائد 12 16. زين. 5 زائد -10. الخمسة اشارة ماكو يمه يعني شنو؟ موجب. العملية جمع. 10 شنو إشارته؟ سالب. 5 قلنا موجب وال10 سالب مبين. إشارات مختلفة، إشارة الأكبر من الأكبر الرقم 10 لو 5. 10 اللي هو إشارته سالب، وأقول الكبير ناقص الصغير، يعني أقدر أكتبها 10 ناقص 5. 10 ناقص 5 شقد؟ 5. -9 وموجب 9، من نشوف عددين متشابهات عكس الإشارات، هذا سالب هذا موجب، تمام، الناتج مباشرة 0. هذا ال 15 إشارته موجب ما يمه إشارة، هذا ال 15 إشارته شنو؟ سالب. مباشرة نفس العدد عكس الإشارة 0. زين. -47 زائد -25. إشارات متشابهة، راح آخذ واحدة منهن سالب، وأقول 47 زائد 25. بما أنه متشابهات قلنا ناخذ واحدة من الإشارات ونجمع. 7 زائد 5 12، 2 1 باليد. 1 زائد 4 5 زائد 2 7، -72. 98 زائد -120. ال 98 إشارتها موجب، وال 120 سالب، إشارة الأكبر هو إشارة ال 120 السالب. وهسه شو أقول؟ أقول 120 ناقص 98. 0 ناقص 8 ما يصير، هذا يصير 1، هذا يصير 10 ناقص 8 2.
1 ناقص 9 ما يصير 11. 11 ناقص 9 2. إذن الناتج 22. رقم 7 سالب 62 زائد سالب 18. إشارات متشابهة، آخذ واحدة منهن وأجمع وأقول 2 زائد 8 10. 0 1 باليد. 1 زائد 6 7 زائد 1 8 سالب 80. أجي لهاي الثلاث مسائل مهمات صراحة. هو أتحدث رقم 9 ورقم 18. خلينا نشوف. أول شيء أتحدث يقول كيف أجد ناتج جمع العددين الصحيحين سالب 16 وسالب 19. يعني يريد من عندي ناتج هاي العملية سالب 16 زائد سالب 19. ايش راح اقول له؟ انتبهوا وياي. راح اقول له العددين اشارات يشبيهن متشابهة، وانا وياك اتفقنا كل ما الاعداد اشارات متشابهة راح اخذ وحدة من الاشارات. وش اسوي؟ اجمعهن. 16 زائد 19 6 زائد 9 15. 5 و1 باليد. 1 زائد 1 2 زائد 1 3. إذن راح أقول له لأن العددين إشارتهما متشابهة أخذنا إحدى الإشارات وجمعنا العددين. هذا للتوضيح. نجي نشوف سؤال رقم 9. يقول كانت درجة الحرارة في يوم الاثنين 11 درجة سيليزية تحت الصفر. يوم الاثنين شفنا درجة الحرارة 11 تحت الصفر. شنو يعني 11 تحت الصفر؟ يعني سالب 11. تمام. ليش؟ كلمة تحت معناها سالب. أنا وياكم متعودين هاي بالمواضيع الأولى والثانية. يقول ثم انخفضت يوم الثلاثاء إلى 4 درجات سيليزية أخرى. انخفضت يعني هم سالب. ايش راح أقول له؟ الثلاثاء سالب 4 سيليزية طبعا. يقول لي فكم أصبحت درجة الحرارة يوم الثلاثاء؟ يعني شوف، هي يوم الاثنين كانت سالب 11، الثلاثاء نزلت بعد 4 درجات. إذا أنا ايش راح أسوي؟ راح أجمع سالب 11 زائد سالب 4. الإشارات متشابهة، آخذ واحدة منهن وأقول 11 زائد 4 15. بهالبساطة ما بيها أي تعقيد ولا بيها أي إشكال. أجي للسؤال 18. شو يقول؟ يقول نزل غواص مسافة 18 مترا تحت سطح الماء. الغواص نزل 18 متر تحت سطح الماء. مادام قال لي تحت سطح الماء معناه سالب 18 مترا نزل الغواص. تمام. ايش قد نزل؟ سالب 18. يقول لي فشاهد سمكة قرش تبعد عنه مسافة 7 أمتار إلى الأعلى. كلمة الأعلى، أحسنت، موجب. وين شاهد القرش؟ 7 أمتار موجب 7. شاهد القرش إلى الأعلى. يقول على أي مسافة تقع سمكة القرش من سطح الماء. إذن أنا شوف أكو غواص نزل. لو فرضنا هذا سطح الماء، خلي أوضح لكم. هذا سطح الماء، الغواص نزل. إيش قد هاي المسافة مال الغواص؟ سالب 18 متر. تمام. الغواص شاف سمكة القرش هنا اللي هو ايش قد؟ موجب 7. فرق بينه. انا ايش لازم اعرف؟ لازم اعرف هاي المسافة بالضبط ايش قد. لهذا راح اقول له
مسافة الغواص سالب 18 زائد مكان القرش موجب 7 عن الغواص. الإشارات مختلفة، ناخذ إشارة الكبير اللي هو 18 إشارة سالب، وأقول الكبير ناقص الصغير 18 ناقص 7 11 مترا. أتمنى تكونون فهمتوا واستفاديتوا منه. خلينا نشوف الوزاريات لآخر سنتين طبعا أنا انطيته. أول واحد هسه أخذناه اللي هو موجود تمارين أحل، طبعا هذا 2023 دور ثالث، منطيني 2 عملية جمع واحدة عملية طرح، ناخذها بالموضوع اللي بعده إن شاء الله. اثنينات الموجودات تمارين أحل، شوف شلون مركز على التمارين. هو أتوقع أن أصلا واحد ورا الآخر. 98 زائد سالب 120، إشارات مختلفة، راح أخذ إشارة الأكبر سالب، وأقول 120 ناقص 98 22. سالب 62 زائد سالب 18، إشارات متشابهة، أخذ واحدة منهن وأجمع. 62 زائد 18 80. لهنا نكون خلصنا هاي المحاضرة. ألتقيكم بخير إن شاء الله بطرح الأعداد الصحيحة.